الناس اللي بتسعى على طريقة تحويل التلفزيون القديم الخاص بيها إلى نظام اندرويد او السمارت، يبقى الفيديو ده لحضرتك. صباحكم فل ومساكوا احلى مع محمد حسن اتش دي، وفيديو النهارده اللي هنتكلم فيه مع بعض كده سريعا للتوضيح. لو حابب تحول التلفزيون الخاص بيك الى نظام الاندرويد او السمارت، يبقى الفيديو ده لحضرتك ومحتاج تكمله معانا للاخر. وجايب لكم معايا وحده على السريع نقدر من خلالها نحول التلفزيون الخاص بينا لو بيدعم الاتش دي الى نظام الاندرويد او السمارت. والوحده اللي موجوده معانا وهي اندرويد تي في او مي تي في ستيك اللي احنا كلنا عارفينها من شركه شاومي، وهقول لكم تفاصيلها في الفيديو ده مع بعض. والوحده عباره عن الريموت البلوتوث الخاص بالجهاز اللي موجود معانا. ومن مميزات الريموت ده ان ما فيهوش زراير كتير خالص، وتقدر تعمل عمليه البحث على المتجر الخاص بالجهاز من خلال الفويس لو انت حابب انك تعمل او تدور على اسم الابلكيشن من خلال الفويس الخاص بيها. والوحده رقم 2 اللي موجوده معانا في الجهاز وهي الوحده نفسها اللي هو الاندرويد تي في اللي بيوصل بنظام الكابل الاتش دي، ونقدر من خلال كابل الشاحن الخاص بينا السامسونج العادي نقدر نوصله باليو اس بي الخاص بالتلفزيون، او بيبقى جاي معاه الادابتور الخاص بيه، وبيبقى الكابل موجود معانا بهذا المنظر، وبنقدر ان احنا نوصله في الجهاز الخاص بينا بهذا الطريقه. وبعد ما بنحوله للباور الخاص بيه ونشغله، بنقدر ان احنا نشغله بكابل اتش دي، وبيبقى جاي معاه الوصله دي، ودي ما يعادل نص متر طولها، بتبقى ان واوت اتش دي. فطبعا خارج الوحده دي كلها انا جايب لكم معايا الاتش دي التطويله اللي انتوا عارفينها دي، نقدر من خلال الجهاز الخاص بينا نشبكها كده او نركبها كده، ونجيب له كابل اتش دي عادي خالص متر او مترين زي ما احنا عايزين، ونخلي الجهاز معانا بنفس المنظر ده. وبقى كابل الاتش دي راكب معانا في الجهاز، ونقدر نوصله في التلفزيون عشان مش كل شويه نرجع ورا علشان نقدر نوصل ونشيل الجهاز الاندرويد التي في اللي موجود معانا من خلال التلفزيون. وبقى الجهاز جاهز على التشغيل، وهنروح لحد التلفزيون مع بعض عشان نشوف طريقه تشغيل الجهاز ومميزاته. فاتفضلوا معانا. رجعنا معاكم تاني بعد ما وصلنا الجهاز بالواي فاي الخاص بينا، وقدرنا ان احنا نعمل تسجيل دخول على الجيميل عشان نقدر نحمل كل الابلكيشن اللي احنا عايزينها من خلال المتجر الخاص بالجهاز، زي نتفليكس وشاهد وديزني ويوتيوب وغيرها من المنصات اللي احنا عايزين نحملها. وبعد كده بنروح ناكد البرامج اللي احنا عايزينها. ومن ضمن مميزات الجهاز معانا ان احنا نقدر نعمل عمليه البحث من خلال الفويس الخاصه بالجهاز الخاص بينا، عشان الريموت بتاعه في بيلت ان مايك نقدر نتواصل معاه بدل ما نكتب على الكيبورد الخاصه بينا، فبنقدر نعمل او نقول اسم الابلكيشن اللي احنا عايزه وبيعمل عمليه السيرش عليه. ومن ضمن مميزات الجهاز اللي موجوده معانا ان هو اندرويد ابديت على طول، والابلكيشن بتاعه دايما في حاله ابديت مستمره، اللي هو سبورت كل الابلكيشن اللي موجوده ميديا على الجهاز ان شاء الله. وكنت عامل معاكم الفيديو ده للناس اللي ما عندهاش الشاشات السمارت او الاندرويد، عشان تقدر تستفاد من خلال الاشتراك في منصه شاهد ومنصه نتفليكس وغيرها من المنصات اللي انت بتفضلها عندك. والجهاز ده من مميزاته ان بيحول لك الشاشه زي ما اتفقنا الى اندرويد، تقدر من خلاله تحمل كل الابلكيشن اللي انت عايزه. فطبعا انا كنت عامل معاكم الفيديو ده على سبيل التوضيح والتاكيد، وانتم شايفين منظر الجهاز بعد ما وصلناه وربطناه بالواي فاي. والجهاز من الاجهزه الكويسه جدا ان تقدر تشتريها وتستفاد بيها كجهاز اندرويد للتلفزيون الخاص بيك. فاتمنى انك تكونوا استفدتوا بالفيديو، واللي عنده اي تعليق يكتب لي وانا هكون معاك في اسرع وقت للرد في عجاله.